كان يا مكان كان في 4 أصحاب. ال4 أصحاب دول كل يوم بيتقابلوا. ال4 دول هم مين؟ سمير وشهير وبهير ونظير. المهم ال4 أصحاب دول تمام شباب لسه متخرجين من الكلية. كل يوم عمنا سمير يتصل بكل واحد فيهم، يلا شباب نروح فين النهارده، نقعد فين. بيقعدوا في القهوة بتاعتهم يتلموا مع بعض، كل يوم يقعد يحكوا حكاوة جديدة. المهم في يوم من الأيام راح جه شهير قال يا جماعة أنا عندي فكرة ملهاش حل. إيه يا عم شهير؟ قال لي يا جماعة بصوا، تعالى بما إن إحنا بنقعد كل يوم ونضيع وقت، تعالى نعمل مشروع. قال لك شهير إيه؟ قال لك يا جماعة عايزين نبيع بنطلونات جينز أونلاين، بدل ما نجيب البنطلون بالشيء الفلاني نبيعه بسعر مش عارف إيه وأونلاين. طيب راح جه عمك نظير قال له ماشي، طب بس معلش ايه اللي خلاك تفكر الفكره دي اصلا؟ معلش هو انت هتكسب كام لو عملت المشروع ده؟ نظير قال له يا عم المشروع. قال له طب ايه الخطه بتاعتك؟ قال له لا انا اديتكم الفكره وانتوا تعاملوا، انا يا باشا عملت لكم الفكره بتاعتي تمام. قال له يا باشا معلش هو لا مؤاخذه انت هتبيع الاونلاين ازاي؟ هل انت عندك خبره بالنت؟ هل عندك خبره بالدعايه والاعلان؟ هل انت ليك اي علاقه بالموضوع ده؟ وبعد كده انت مبرات جينز، هل انت تعرف حد شغال في الملابس قبل كده؟ ده كلام مين؟ كلام نظير. بعد كده انت لو عايز تفتح مشروع لازم تحلل السوق وتشوف ايه الحاجات اللي بتتباع كويس، وهل المبرمجات الجينز دي فيها مكسب اصلا ولا ما فيهاش مكسب. ولازم تقول لي ارقام، ما ينفعش تقول لي فكره كده وخلاص. تمام. المهم راح عمكم بهير قال لهم بصوا يا جماعه صلوا بينا على النبي، احنا يا باشا هي الفكره حلوه تمام، احنا هنروح نشوف اي شركه دعايه واعلان ونسالهم لو عملنا الموضوع ده وعملنا مثلا دعايه واعلانات على النت والكلام ده هيتكلف كام، ونروح لواحد بيبيع بنطلونات من اللي احنا بنشتريها تمام، ونشوف سعره كام، ونشوف الاسعار اللي بتتباع في البراندات الكبيره كام، ونحاول نعمل الموضوع ده بشكل او باخر تمام. راحوا قالوا يا عم سمير انت ايه رايك؟ قالوا يا جماعه انتوا طالما انتوا الفكره عجباكم وانتوا فيها والفكره دي احنا تخلينا موجودين مع بعض كل يوم، يلا بينا. انا فهمت وماله. هي دي القصه بتاعت ال4 ستايلز اللي ممكن نشوفهم في طريقه التفكير المختلفه، او موضوعنا النهارده اللي هنتكلم فيه مع الدكتور ايهاب اللي هو ايه بقى؟ هيرمان هول برين موديل. ايه؟ هيرمان هول برين موديل. اهلا بيكم في حلقه جديده من وماله. ايه بقى القصه بتاعت القصه بتاعت هيرمان هول برين موديل دي كانت سنه 2000، دي كانت رساله دكتوراه في امريكا. ومعظم الناس بتتكلم على السوشيال ستايلز والانماط الشخصيه والبيهيفير ستايلز لكن هيرمان ده اسم عالم على فكره. دي واحده ست ابتدت تتكلم انه لا، القصه مش كده، القصه لها علاقه بطريقه التفكير. فاللي احنا هنتكلم فيه ده ملوش دعوه خالص بانماط الشخصيه والسوشيال ستايلز والبيهيفير ستايلز والكلام ده. بغض النظر هو بنتكلم عن شغل ولا بنتكلم عن حياه شخصيه او بنتكلم عموما، هو بيتكلم عن طريقه التفكير، الباس وايز اللي الفكر بيمشي في دماغه ازاي. فهيرمان قسمت المخ نصين بالطول ونصين بالعرض، وابتدت تدي كل ربع من الارباع بتاعه المخ لون، واللون ده بيرمز للثينكينج باث واي بتاعه. ايه الالوان دي؟ بلو وجرين وريد ويلو. الربع اللي لونه ازرق عباره عن منطقي وبيحب التفاصيل والتفكير المنظم وبيعرف يتعامل مع الارقام ومع الناحيه الماليه فاينانسيال، يعني هو بيعيش في الاناليسيس او في التحليل، وهو محلل جيد جدا. تحس الموتيف بتاعه ده يمكن كنا بنشوفه كتير من زمايلنا في الشغل، تلاقيه اديله داتا ويعيش فيها ويطلع لك تفاصيل
ويقول لك على فكره أنا وياخد شفت باله من تفاصيل شفت معلومه مهمه جدا، يعني اعتبرها كانه كنز ان هو طلع معلومه. يس. انت ممكن لو انت شخصيتك مختلفه عنه يقول لك يا عم ايه ايه اللي انت بتعمله؟ يعني صوت، يعني ايه انت عامل لي فتحس دايما اكتر حد بيتعب قوي من الراجل ده اللي هو صاحب اللون الازرق، هو صاحب اللون الاحمر. صاحب اللون الاحمر والاصفر. والاصفر بيتعب منه جدا. يعني احنا عرفنا الازرق اللي هو بيور اناليتيكال او نقدر نقول تحليلي بحت، تمام، وبيهتم بالتفاصيل تحليلي ومنطقي وارقام وتفاصيل وهكذا. هنروح بقى للي عكسه، يبقى العكس بالاصفر. ماله بقى عمنا الاصفر؟ الاصفر ده الحته الفنيه اللي في مخ الانسان. شخص تخيلي، فنان، ولو ما بيوجدش فن، لو مش موهوب في فن هتلاقيه موهوب جدا في انه هو بيتذوق الفن ويفهم الفن، حتى لو هو ما عندوش حته فنيه يعني او لسه ما اكتشفهاش، هي موجوده بس لسه ما اكتشفهاش. راجل ما بيحبش التفاصيل نهائي، تخيلي جدا، يحب بنسميه هوليستيك يعني ايه؟ اديني الاند بوينت، ما تحكيليش التفاصيل دي كلها. يعني الموضوع خلص على ايه؟ اول ما حد يسالك ايوه اديني النهايه، اعرف ان ده راجل دماغه يلو، عنده افكار ورا بعض، مش كلهم يا بيه، كل دقيقه ده على طول افكار 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 كل افكار. وخد اللي بعده تنفيذ مفيش. هو بيفكر بس ومبدع جدا في التفكير، وعنده دايما ما بيفكرش في النهارده وما يعرفش يفكر في امبارح ما بيشوفش امبارح خالص. هو ما بيفكرش في النهارده، بيفكر في بكره، دايما واخد وضع الاستعداد. واليلو عشان هي رمز الاستعداد في اشاره المرور، عشان كده اتاخد اليلو قدام على طول. دايما باصص لقدام، ده اليلو. يلا قول لي اللي بعده ايه؟ الريد. طيب الريد ده الشخص الفيلينج اللي بياخد قراراته بشكل عاطفي، اللي دايما تبص تلاقيه لما يجي يسلم عليك ما يسلمش عليك كده، لا يروح يسلم عليك كده، وايه اخبارك وعامل ايه وبتاع، وممكن وانت بتحكي معاك وانت واخد بالك معايا خليك انت مش عارف ايه، ده على طول شخص ريد بيحب جدا البشر ويعرف يتعامل مع الفيلينجز بتاعت البشر. خلي بالك هنا انا بتكلم عن طريقه التفكير، يعني هو مش بيحب البني ادمين، هو بيحب يتعامل مع البني ادمين. يعني هو هيتعامل معاك بسهوله وانت هتحبه بسهوله، وعادي لما ما تتعاملش معاه هو مش هيدور عليك، مش هيسال عليك، هو ما بيتعلقش بحد، هو بيتعامل بشكل سليم، هو يجيد التعامل مع العواطف، هو مش بيمثل، هي دي نقطه نجاحه. وبيحب جدا يبقى شغال في شغل فيه اجتماعيات، يعني هو جريت ليدر وجريت سيلز بيرسون لو هو شخص ريد، لو عرف يتعامل مع نفسه. طبعا بيبقى احسن واحد ممكن يبني علاقه هو الريد بيرسون. ما هو ما بيبنيش علاقه، هو بيقول لك السلام عليكم بيجي علاقه. ايوه شخص انفيديف بشكل عنده قبول القبول بتاعه عالي جدا، وهو بيعرف يتعامل مع البني ادمين بجميع انواعها بطبيعته. حلو. الجرين ما فيهوش له خالص، لان الجرين ده راجل بيحب الحقائق والخطوات، هو المنفذ. بص وزاوت جرين بيرسون في اي تيم مفيش تنفيذ، لان الراجل ده هو اللي بيعمل البلان، بس هو احسن واحد يعمل بلان ثانيه واحده ينفذ، بس ما تكلموه ما يعملها، يعني يعملها وينفذها. ما هي احسن واحد ينفذ بلان. هو ممكن يعمل بلان، ممكن الازرق اكتر لا ما يعملش بلان الازرق. الجرين كله يعرف يعمل بلان، بس الاقرب لطريقه تفكيره هو الجرين، اللي يقدر ينفذ اللي هو بيقوله هو الجرين. يعني لما تيجي تذاكر الهيرمان هول برين يقول لك الجرين اول حاجه مكتوبه فيه لايك ستيب وايز، بيحب الستيب وايز، خطوات، اديله ستيب وايز، اديله خطوات، ولو مش موجوده خطوات هيعمل خطوات، والخطوه الواحده هيكسرها الخطوات. هو بيحب يعمل خطوات، استمتع جدا خطوات البنا اهي ونعلم صح اهو، واللي اتعمل هو ستيب وايز ميكانيزم، ما هو ستيب وايز. هم اصلا احنا بنسميهم دول الفور اف. فاكرين فرقه الفور ام بتاعت انا فاكر الفور كاتس. الفور كاتس دي جديده شويه على الفور ام. الفور ام دي سبعيناتي وثمانيناتي يعني. الفور اف بقى دي بتاعتنا احنا مش بتاعت الفور اف. كل واحد منهم له كلمه لو انت اشتغلت عليها وانت بتتعامل معاه هتاخد عينيه. الاف بتاعت اللون الازرق
فاكت. طول ما انت بتتكلم في فاكت هو معاك حقائق، واخد وبيدي ويديني حقائق وهو معاك في زي السكينه في الحلاوه. دي الاف بتاعت الفاكت. اليلو الاف بتاعته فيوتشر. طول ما انت بتتكلم في بكره وهنعمل الحاجه الفلانيه ويا سلام لو عملنا مش عارف ايه وايه رايك ونعمل ايه، هو في بكره، هو هناك. ايوه. ففيوتشر. الريد الاف بتاعته واضحه طبعا، فيلينج، هو بيتعامل مع الفيلينجز كويس جدا. الاف بتاعت الجرين فريم اند فورم، ده شخص سيستماتيك، ده بتاع السيستم، ده بتاع الستبس، ده بتاع ما يجب وما لا يجب، هو الصح فين والغلط فين والامور بالنسبه له واضحه وما بياخدش ويدي مع نفسه كتير وما بيطلعش بره الجرين لاينز بتاعته والفريمز والفورمز بتاعته. ده الجرين. طيب احنا دلوقتي عرفنا هول برين موديل، عرفناه كويس. طيب هنسال بقى شويه اسئله جوه الموديل. هل الناس بتاخد لون واحد او طريقه واي اوف ثينكينج واحده، طريقه تفكير واحده بس، ولا بيبقى ميكسد من بعض الالوان؟ شوف، هو بنسبه 95% هو لون واحد بس اللي بريدوميننت، كله موجود. يعني الاربع ارباع عندنا كلنا شغالين. كل واحد عنده الاربع حاجات بس في واحد دوميننت. واحد دوميننت بشكل كبير جدا لدرجه ان في تصرفاتك وفي طريقه تفكيرك مش بيبان غير الربع ده، لكن الباقيين شغالين موجودين. يعني ممكن واحد يبقى جرين مايندد بس يبقى كرييتيف، يبقى يلو مايندد برضه بس بنسبه اقل شويه من بس واضح عليه هو طريقته اسلوبه. لا بص يا باشا، هو هيبقى كرييتيف جوه اللاينز، جوه الفريمز، هيبقى كرييتيف في هاو تو ميك ستيبس. تمام. الكرياتيفيتي لوحدها دي جوه الابداع والتخليق جوه الربع اليلو، لكن هتبقى امبيدد جوه ايه هنا؟ لان الجرين هو البريدوميننت، فهيجيب اي حاجه من الثلاث ارباع ويروح حاططها على الربع ده ويشتغل على يشتغل من ده. ما هي واي اوف ثينكينج. تمام. فهتبص تلاقي مسارات العقد العصبيه يعني كل واحد فيه عندنا جابتها من اليمين فوق لفت جابت الشمال تحت. الكورس ده يمكن الواحد خد حاجات كتير ليها علاقه بالكورس ده، ففي ناس تقول لك لا يا باشا انا اتنين مع بعض. هل ينفع اتنين مع بعض؟ نادر جدا، موجود لكن نادر جدا. وفي ثلاثه وفي الاربعه احيانا، بس ده يعني الاربعه الجالي هو مش مقيم نفسه. ايه موجود؟ لا ممكن الناس تبقى مش مقيم نفسه صح، لان في اختبارات على الموضوع ده يعني. طبعا في اناليسيز بشكل قوي يقول لك انت نسبه كام من ده ونسبه كام من ده، ويبقى فيها صحيح كتير. صحيح. لكن عشان تبقى عارف، هو بنسبه 95% حضرتك وانت بتسمعني دلوقتي ربع واحد من الاربعه بريدومينانت بالنسبه لطريقه تفكيرك. جميل. فما ترهقش نفسك وتقول ان ايه، لا انا غالبا الاثنين. صعب. اهميه ان انت تعرف انت ايه واللي قدامك ايه. انت في ايه بقى؟ ده في خطوه استباقيه. انت تعرفهم ازاي؟ اعرفهم ازاي واستخدمهم فين؟ طبعا بالظبط. انت تعرفهم ازاي الاول ولا تستخدمهم فين؟ مثال تعرفهم ازاي؟ سؤال مستفز. ممكن انا هعرف ازاي؟ ممكن يكون الزملاء عايزين يعرفوا ازاي بقى؟ من السؤال، لفظ السؤال مش معنى السؤال. لفظ السؤال مش معناه. يعني الازرق دايما يسال وات، اللي هو ايه، حتى لو معنى السؤال مش ايه. يعني ايه اللي خلاك تقول كده؟ معنى السؤال ده ليه؟ اكسلنت. انا عايز اقول لك انت يعني بص، في شخصيه انا عارفها بلو فعلا يقعد يسالك اسئله ايه فعلا. هو ايه يعني السؤال انا سالته يعني ايه اللي خلاك تقول كده؟ ده سؤال معناه مش وات، ده معناه واي، معناه انت ليه بتقول كده؟ بس هو ما سالوش ليه، هو ساله ايه اللي خلاك تقول كده. حلو قوي. اللي بعده. فدايما بيسال سؤال ايه. لما تيجي تقول له مثلا سعر حاجه وهو عايز يسال السعر ده غالي جدا ليه كده، او اول ما يقول السعر ايه ده؟ ايه ده حاجه هتشتريه. يعني ايه ده؟ هو بيقول ايه ده برغم ان هو بيستنكر السعر. يعني انا مشتاق للي بعده بيسال ايه. طيب اليلو دايما يسال ليه. فممكن سعادتك بتقول له شيء، بتشرح له شيء هو مش فاهمه كويس. الازرق يقول لك طب وده
حصل ازاي مش ازاي، لا الازرق ما سالش ازاي. وايه اللي حصل عشان كده؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ اليلو يقول لك ايه؟ ليه؟ حتى لو سؤاله ازاي؟ ايوه يعني ممكن تبقى بشهر سكيم كيمياء، سكيم كيمياء، سكيم كيمياء، تقول له ايه؟ يقول لك طب هو انا ليه هعمل دي يا عم؟ ده سكيم يا عم هو كده. ليه هذاكر؟ ليه؟ ايوه صح، ليه؟ يسال ده ليه الفكره اصلا؟ ليه الفكره؟ ليه؟ الرد يسال دايما مين بيهتم بالناس، حتى لو الموضوع يعني كبير جدا على كلمه مين. احنا مره كنا في كورس نشرح الحته دي، كورس كان القاعه مليانه بيسال عن الناس على طول، فيها 50 بني ادم، وقلت لهم تعالوا نلعب لعبه قبل ما اقول نعرفهم ازاي، وعشان نعرف كل واحد فينا بيفكر ازاي عن طريق السؤال. كيفيه السؤال. فقلت لهم ان احنا خدنا بطوله افريقيا 3 مرات. ايوه كل واحد يقول سؤال. اللي جيت ابتدت الزملاء في زميله قالت ايه الاسباب اللي خلتنا، هو السؤال ده معناه ليه؟ معناه ليه؟ لكن هي سالت ايه الاسباب؟ فدي بلو، دي ازرق. يس كويس. قلت لها طب شوف لنا سؤال تاني. طيب فسكت كده. ايه البلاد اللي احنا لعبنا فيها؟ ايه البلاد اللي احنا ايه الاماكن اللي تم فيها برضه ايه؟ السؤال ملوش اي لازمه بس اناليتيكال، فاهم؟ اللي جينا يقول لك وتيجي تقول لك ايه المدينه الفلانيه كل ما بنلعب فيها بنكسب. عارفين كلام المعلقين اللي هو بيحشي بيه هو ده بيبقى ده الازرق. ايوه. زميل تاني اللي هو سؤال مهم جدا يا دكتور، ليه خدنا البطوله 3 مرات؟ ليه حصل ده؟ هو بياخدك من اساس الموضوع، فاهم؟ ليه؟ ده اليلو. الريد بقى جاي لنا زميل حاليا لاين مانجر في شركه دواء كبيره، قال لك ايه؟ هو لا انا عندي اكتر من سؤال. قلت له طب اسال اكتر من سؤال. هو مين كان مدرب؟ مين اللي كان بيلعب؟ ومين الفرق المنافسه اللي كانوا بيلعبوا؟ مين سال 3 مين ورا بعض. طبعا احنا انا قعدت اضحك بعد ما فسرت لهم. قلت له انا عايز اتحداك تطلع سؤال باداه استفهام غير مين ما عرفش. ايوه كله مين؟ الجنين بيسال ايه؟ ازاي وامتى وفين؟ ده بتاع التنفيذ يا معلم. ايوه ازاي وامتى وفين؟ عايز يعرف الطريقه اللي كسبنا بيها، الطريقه الابروش، بيدور على طريقه التنفيذ. وامتى التوقيت عشان يعرف يقيس، وفين المكان عشان يعرف المكان ده هو المناسب. طب انت يا باشا مين فيهم؟ انا حسين. مش هتقول؟ لا طبعا مش هقول. ماشي. السؤال اللي بعده، انت بتتعامل معاه في الاريا او انترست. الاريا او انترست. الراجل الازرق اديله معلومات، اديله فاكتس، ما تتكلمش في اي ايماجينيشنز. بالظبط. الراجل اللي له كلمه بكره هيبقى افضل من النهارده ازاي؟ ده احسن واحد يتباع له، احسن واحد يتباع له الهوا، الراجل اللي له متهيألي. لا صدقني الاربعه سهلين لو انت عرفت المدخل. كل واحد ليه دخله مختلفه. ده لو كانوا عملاء بالنسبه لك وانت بتبيع ليهم وانت بتشتغل في المبيعات. طب لو كان مديرك؟ نفس الكلام. مثلا لو انا عايز من مديري اجازه 3 ايام اجازه، الشخص الازرق لو مديري لون دماغه ازرق بخش بمنتهى الوضوح. فاكتس. انا ابتدى يبقى الامر بالنسبه لي ستريسفول جدا في الشغل، وانا محتاج اجازه، والاجازه مش هتاخد اكتر من 3 ايام، والتاثير بتاع ال3 ايام دول هيبقى تقريبا 0 على الشغل، لان انا عملت ديليجيشن في الموضوع الفلاني كذا والموضوع الفلاني كذا واجلت الموضوع الفلاني كذا. شو هيوافق؟ خلاص. انت بتتكلم فاكتس، ما تخش بقى تقول له يا ريس الواحد اخر ارهاق في الدنيا والواحد نفسه ده بقى الرد. ده ما انا محتاج اجازه يا ريس، انا تعبت وعارف يومين في 3 فريش كده يخلوني العلع. ده الرد هيوافق على طول. الرد لو دخلت له في الكلام اخلص يعني مرهق هتمثل، لكن لو دخلت له في الاول شكرا. طيب اليلو، بص يا ريس احنا الكوارتر، لو خدت اجازه دلوقتي الكوارتر الثاني لا يا باشا اديله الكوارتر الثالث الاول. ايوه اديله الفيوتشر الاول. احنا يا باشا عايزين نقفل السنه دي 120% يا باشا، مش عايزين نقفل 100%. تمام. بس معلش يا ريس احنا عايزين بقى ايه؟ نظبط بقى بس كده عشان دماغنا تفوق. بالظبط. الجرين ده
صعب. لا خالص، لا خالص. بص يا باشا، احنا الكوارتر الرابع لازم يتعمل له بلان نظيفه. هو سمع بلان بيجي ودان ودان فيه. ايوه خلاص ودان فيه بقى. هنعمل 1 2 3 نمرة 1 هنعمل قبل ما كذا، نعمل البلان ونمرة 2 لا مش جاب. اه لا نمرة 1 نمرة 2 نمرة 3 تقول له البلان. قلت البلان، قول له في بقى في بريبريشن للبلان ده. يقول لك ايوه انا محتاج من حضرتك سبورت في البريبريشن ده. يقول لك ايوه عايز اجازه. ازاي هعمل السبورت ده ازاي؟ يقول له هتمضي الورقه دي. شكرا بس خلاص. خد الاجازه. اخر سؤال عشان ننهي الحلقه عشان طولنا شويه. بس انت كده خدت مني كورس ما حدش دفع فيه فلوس. لا ما هيدفع. انا بشرح بفلوس الكلام ده. ما هيدفع بفلوس والله ما ينفعش الكلام ده. اللي هيكمل للاخر هيستفيد تمام، ونديله هديه هنقول له عليها دلوقتي. ايه اللي مش بس عارف قبل الهديه في حد احسن من التاني، لان ده لا خالص. قد يبدو عند دماغ الناس ان في نمط تفكير معين وملوش دعوه بالذكاء، ملوش علاقه بالذكاء، ملوش دعوه بالقيم. بالظبط. يعني ما فيش واحد منهم مجرم، ما فيش واحد منهم مفيش واحد منهم صعب، واحد سهل، واحد حلو، خالص. دي طريقه لا تفكير. دي طريقه تفكير ولا تعيب من يفكر بيها اطلاقا. السؤال بقى اللي احنا هننهي بيه الحلقه، احنا قلنا في اول الحلقه في 4 اصحاب تمام، سمير وشهير وبهير ونظير. كل واحد فيكم يكتب لي كومنت ويقول لي كل واحد فيه لونه ايه من طريقه التفكير اللي احنا او الطرق المختلفه للتفكير اللي اتكلمنا فيها النهارده. واللي مش عارف يتواصل معايا انا، يدور عليا وانا هغششكم. وماله وماله نشوفكم على خير. السلام عليكم.